الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم. معكم منار جمال الدين من قناتي مع منار. طبعا بحب أبارك جدا 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 لكل حبايبي وكل إخواتي الأهلاوية. كلنا طبعا كنا امبارح في منتهى السعادة ومنتهى الفرحة بفوز النادي الأهلي على نادي الزمالك، وطبعا ده حاجة مش جديدة، ده كان أمر متوقع طبعا إن احنا كنا متأكدين إن احنا كنا هنفوز على نادي الزمالك، والحمد لله الحمد لله ربنا ما خيبش أملنا، والحمد لله إن احنا نجحنا وتفوقنا امبارح. اداء الفرقه كان قد ايه روعه روعه روعه، الماتش قد ايه كان ممتع من اول لحظه لحد اخر لحظه، وطبعا استمتعنا بالماتش. بدا من اول دقيقتين باداء اللي قام بيه حسين الشحات، بان هو دخل اول جون في اول دقيقتين من الماتش، وطبعا جون في الثاني لحسين الشحات. كملت معانا طبعا بجمال وروعه واداء محمد شريف في اداء الجون الثالث، وطبعا كلمنا النجاح والفوز امبارح بالرابعه بالهدف اللي قام بيه علي معلول ملك الحلول التونسي. وطبعا الشكر موصول طبعا لمدير الجهاز الفني بتاعنا المارسيل كولر الثعلب السويسري، بنشكره جدا 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 على ادائه المتميز مع النادي الاهلي. كانت تدريباته فعلا جميله، وعاملين موسم ممتاز ممتاز ولا احلى بجد. تحيه كبيره جدا ليك يا مارسيل كولر، وبنتمنى دوام النجاح والتوفيق للنادي الاهلي، وبنتمنى دوام النجاح والتوفيق لمدير الجهاز الفني للنادي الاهلي. مستنيه من جماهير النادي الاهلي العريقه ان هم طبعا يشاركونا التعليقات في اداء النادي الاهلي اللي كان متميز امبارح. وطبعا انا مستنيه منكم سبسكرايب، تفعيل زر الجرس، اللايك، واذا كنت انت لسه ما اشتركتش في القناه اتمنى ان انت تنورنا وتشرفنا باشتراكك معنا في القناه، علشان نبقى اكبر عيله قناتي مع منار جماهير النادي الاهلي العريقه. انا كنت مستنياكم في متابعتي لكل فيديو ليا، هنا مكانكم في قناتي مع منار.